هل الرياضة مادة مختلفة عن باقي المواد؟ الإجابة طبعًا أكيد، أكيد الرياضة مادة مختلفة عن باقي المواد. طيب هي أحسن والّا إيه بالضبط؟ أقول له لأ، هي مش بالطريقة دي كده، هي كل مادة لها أسلوبها ولها الخاصية بتاعتها ولها خصائصها ولها الطبيعة بتاعتها، فالرياضة مادة لها طبيعة مختلفة بس، ولا هي أوحش ولا هي أحسن ولا هي الكلام ده، هي مادة لها طبيعة خاصة وخلاص. طيب يبقى مختلفة؟ مختلفة. طيب السؤال التاني والمهم أو الأهم، هو إحنا إزاي نذاكر رياضة؟ طبعًا مذاكرة الرياضة لها طرق كتير، كل واحد وطبيعته، لكن هنحاول نقول طريقة بحيث إنها إيه، يعني تصلح لمعظم الناس يعني، ولو مشيت عليها بإذن الله تبقى حاجة كويسة بإذن الله يعني. طريقة مجربة كتير من الناس جربوها وكانت طلعت كويسة جدًا يعني، وجابت نتيجة معاهم. لإن في ناس بتبقى كويسة وكل حاجة وفاهمة الرياضة وكل حاجة، لكن بيذاكرها غلط، بطريقة غلط، بيذاكرها زي بعض المواد النظري شوية. فبتجيبش النتيجة بتاعتها كويسة، لإن ما ينفعش التعامل معاها بالطريقة دي. طيب نعمل إيه بقى؟ أولًا هنتفق إن الرياضة مثلًا أنت بتاخدها حصتين في الأسبوع، خلاص؟ بتاخدها حصتين فين؟ في الأسبوع. هافترض إن يومين مثلًا حد وأربع، حد وأربع. طيب أنت حضرتك دي يوم الأحد، أخدت حصة، بعد ما خلصت خدت ورقها أو خدت المذكرة بتاعتها، فالمفروض باروّح البيت لازم أذاكر الرياضة في نفس اليوم، لازم. دي حاجة أساسية. لازم تتذاكر في نفس اليوم. طب آجي أذاكرها إزاي؟ أول حاجة لمّا تيجي تذاكر تروح ماسك الورقة أو المذكرة بتاعتك اللي أنت خدتها، وتحل نفس الأسئلة اللي أنت خدتها بالورقة والقلم، وبعدين أبدأ أحل الواجب. طيب أحل الواجب كله؟ لأ مش شرط، حليته كله ماشي، حليت نُص الواجب ما فيش مشكلة، حليت تلات أرباعه مش مشكلة، خلاص؟ وأكمل الباقي تاني يوم مثلًا مع جدول المذاكرة بتاعتي. خلاص كده؟ خلص يوم الأحد، آجي بقى يوم الأربعاء. هاجي يوم مش الأربعاء بقى، التلات بالليل. التلات بالليل أروح واخد الدرس ده، جايب الدرس تاني اللي أنا خدته أذاكره تاني، أقراه بتركيز شوية، وبعدين أروح أقرا اللي أنا خدته كله بقى، أقراه كده قراية سريعة كده فيها شبه تأني كده بتركيز شوية، أحاول أقراه كل اللي خدته، وبعدين هاروح الحصة يوم الأربعا، هاخد الحصة وبعد كده هاروّح نفس الكلام، أطلّع المذكرة بتاعتي والّا حاجة وأذاكرها تاني بالورقة والقلم، وبعدين أبدأ أحل الواجب نفس الأسلوب، خلاص كده؟ طيب ماشي. نيجي بقى أنا عندي حصة الحد، خلاص؟ أعمل إيه؟ آجي يوم السبت بالليل قبلها بيوم، أروح برضك نفس الكلام، مراجع الدرس اللي أنا خدته يوم الأربع وراجع الدروس القديمة. كده يعتبر أنت ذاكرت يومين الدرس الجديد، ويومين قبلهم الدرس اللي خدته مع الدروس القديمة. بالطريقة دي كده إن شاء الله هتكون ثبّت بنسبة كبيرة جدًا، جدًا، جدًا الرياضة اللي أنت خدتها، وهتلاقي الموضوع ماشي بإذن الله كويس جدًا، وإن شاء الله بإذن الله تجيب نتيجة معاك كويسة. بالمناسبة الطريقة دي لو اتعملت مع معظم المواد بتجيب نتايج رائعة يعني، وبالتوفيق إن شاء الله.